مشاهد اليوم سنتكلم عن 4 صدمات في هذا اللعبة. نعم يا شباب، ندري كيف سيكون حالنا مع هذا اللعبة متى سنكون كل مرة نصطدم يا شباب. لأن اليوم يا شباب راح نتكلم عن جميع اللاعبين الذين راح ينضافوا معنا في اليوم الخميس القادم، وكمان عن أشياء جديدة عن اللعبة. بس قبل البداية أعزائي المشاهدين، مثل ما عودتكم كل مرة، صلوا على الحب محمد في الكومنتات، وكمان اشترك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى يوصلك كل جديد. إذا أنت تحب محتوى FC موبايل لا تنسى ما تشترك في القناة، أقدم لكم أفضل المحتوى إن شاء الله بإذن الله. والآن يلا للفيديو، لاز جو. شوفوا يا شباب، المطور قال لنا من قبل هيك إن اللاعبين ما راح يتغيروا، اللاعبين على ما هم حتى الأسبوع الثالث والرابع بعد التطوير، ما راح ينزلوا اللاعبين هؤلاء. بس الآن نزلوا، هذا مش مطور يا شباب من الشركة. هذا طبعا ما أقول لك واحد من هنا كان بيدور له محتوى، ولا كيف يكذب علينا انه ما راح يستخدم اول شيء نقاط التوكن عايشين على ما خمس، وشان ثاني شيء ما راح ينزلوا اللاعبين بعد التطوير على ما هم راح يكونوا. ايش هذا يا شباب؟ الصراحة راح صدمتنا فيفا في الجليتش وفي هذا، وعاد عندي صدمات لكم اكثر. تابعوا الفيديو، فعلوا لايك باشتراك وتفعيل زر الجرس. لحد الان ما قلت لايك سريع، فعلوا لايك واشتراك سريع. يلا، ما أقول لكم كذب علينا إنه النقاط راح يكون نفس النقاط تبع اللاعبين. أما يا شباب الآن خلاص الكلام ما راح يفيد، لأنه أمس وقع التطوير، والذي أخذ اللاعبين، والذي ما أخذه الحين كان يجمع التوكن حق دولة أوروبا، ومتحمس إنه راح ياخذ هذا الجناح أو الدفاع حق أتلتيكو مدريد. نفسي أنا كنت أريد الدفاع، لأن عندي دفاع 113 وأريد أطور التشكيلة. أما حدث التوتسي يا شباب راح يكون مستمر معنا بنظام الدرافت. نعم يا شباب. أما التصريح أول عرض الذي راح نشحنه يا شباب في اللعبة، وهو إنه راح يكون عندنا ستيفن جيرارد مطور 4 تطويرات. نعم يا شباب. أما قسم إسبانيا يا شباب راح ينزل يوم الخميس إن شاء الله بإذن الله. وكمان يا شباب راح ينزل بنظام توكن آخر، لأنه راح يسد الأوفر. نعم يا شباب. وقسم إيطاليا والبرازيل راح ينزلوا في قسم واحد. نعم يا شباب. وإن شاء الله يا شباب شرحنا لكم كل شيء تمام بالتمام. والآن راح نجي إلى اللاعبين تبع الأسبوع الثاني الأخير يا شباب، عفوا. وأول لاعب معنا هو فينيسيوس جونيور يا شباب. شوفوا يا شباب، من عندنا إنه فينيسيوس جونيور السهم البرازيلي. نعم يا شباب، أفضل واحد في مركزه يا شباب. فينيسيوس جونيور راح ينزل الدبليو والإسديان. نعم يا شباب رسميا. أما يا شباب البطاقة فينيسيوس راح أجيبها مضمون بالمية يا شباب، راح أجيبها، لا تفوتوا هذا البطاقة يا شباب، بطاقة خرافية جدا. أما يا شباب اللاعب CDM هذا رام رايز مدري شو اسمه البرازيلي، بطاقة أسطورية إن شاء الله يا شباب تكون. الذي يحتاج CDM راح ياخذها. أما يا شباب جواو نيفيز راح ينزل كمان CDM، بس راح أقول لكم صراحة راح تكون بطاقة ضعيفة جدا، لأني 116 جواو نيفيز مستحيل 117. أما يا شباب البلجيكي رايفيج من اسمه هذا الآر راح ينزل في مركز الRW، وجدا يمكن راح يكون أسطوري، وإذا حسن طبعا من البكش راح يدخل بس التشكيلة بس. وهكذا يا شباب أكون شرحت لكم كل شيء وكل الإضافات، وأتمنى أن الفيديو نال إعجابكم وفهمتوني يا شباب زين. أهم شيء لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. والوسيلة للمحدة مثل ما قلت لكم يا شباب، إنكم تعملوا لايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى تدعمونا يا شباب. ولا نقول لكم في أمان الله، السلام عليكم.